الزلزال ضرب المغرب وتركيا. اجي نعرفوا شنو وقع الضحايا ديال الزلزال في هاد جوج دول. ملي ضرب الزلزال في تركيا الدولة تحركت بسرعة وجابت شركات كبار بناو الالاف ديال الشقق وزعتهم على الضحايا، ولكن ماشي فابور. المواطن غادي يدفع على شكل كريدي طويل المدى بلا فائدة تقريبا. بهذه الطريقة الدولة ضمنت الجودة والسرعة والمواطن يسكن دغيا باش يرد الفلوس. ولكن الحقيقة هي ان تركيا مازال ما كملتش 100%. المشروع كان ضخم كبير، راه كان تقريبا خصهم يبنيو 500 ألف شقة، واليوم جزء كبير من ضحايا الزلزال في تركيا استلموا المفاتيح د المنازل ديالهم الجديدة، ولكن باقي العشرات الالاف مازالين ساكنين في الكرفانات والخيام تيتسناو الوقت ديالهم. اما المغرب من جهته اختار واحد الطريق اخر. المغرب ما بناش هو، ولكن عطى دعم مباشر للناس، فلوس كاش ولكن ما يردوهاش، ماشي بحال تركيا. المشكل الكبير هو كل واحد غادي يبني راسو، تما الجوده كتختلف والوقت كيطوال. الخلاصه هو تركيا عندها الجوده والسرعه، ولكن المواطن غادي يبقى عنده كريدي. ولكن المغرب عطى منحه ولكن البناء بطيء والجوده ما كايناش. اما السؤال غادي يبقى مطروح وكنتمنىكم تجاوبونا عليه ونتناقشوا في التعليق. واش ما كانش ممكن المغرب يدمج ما بين الطريقتين، الطريقه اللي دار المغرب مع الطريقه اللي دارتها تركيا، تبني الدوله مشاريع سكنيه محترمه للناس ويساهم المواطن جزء من التكلفه كما داروا الناس تركيا، ولا الظروف المناخيه ما تسمحش وحتى الماديه المواطن المغربي اللي ساكنين في الحوز. دابا بغيتكم نتوما تجاوبوني شنو الطريقه اللي زوينه، واش المغرب ولا تركيا؟ واش كانت شي حاجه تقدر ديرها المغرب باش تسرع المأموريه ونشوفوا خوتنا ساكنين في ديورهم فرحانين ناشطين؟